مرحبا بكم من جديد. سعيدة باستقبال ضيفي الليلة كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض. أهلا وسهلا بك مساء النور. حياكم الله. مساء تونس ومساء القدس وكل المساء الليلة إلى تلك السماء العالية والغالية، إلى غزة هاشم. تحية وسلام. شكرا لك على تلبية الدعوة. نشرع مباشرة في النقاش بعد مرور 47 يوم على طوفان الأقصى. يتم الإعلان رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادل محدود للأسرى مع حركة حماس. قراءتك كمال الحسيني وتعليقك على بنود هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مسألة تبادل الأسرى والأطراف المتدخلة في ذلك. أولا 47 ليلة ويوم، 47 ليلة وعبء وتعب لم يتحمله جبال، وجيل آخر من النضال والتحدي، وجيل آخر من العزيمة. أولا والله أشعر بأن الأسطورة الحقيقية هي في المقاومة الفلسطينية. أثبتت بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أثبتت لنا جميعا بأن الإرادة الفلسطينية والحق الفلسطيني هو قصيدة شعر لم تكتب بعد. هذا في البداية، ومن ثم هذه التهدئة وهذا الاتفاق لإطلاق النار ليس من فراغ، وإنما كما قلت في هذا الاستديو، كما قلت أمام كل التونسيين عندما جئت من القدس، وقلت الحراك الحقيقي هو الحراك في الرأي العام وليس في الضمير العام، وإنما في الرأي العام على مستوى العالم أجمع. ولهذا كان ككرة الثلج، تدحرجت حتى وصلت أعناق نتنياهو وكل من يتحمل المسؤولية هناك. فلذلك هذه الهدنة كسرت الجليد وتحولت الآن الفكرة بشكل أكثر إيجابا. نعلم تماما العبء والتحدي. 4 أيام ستكون بداية هذه الهدنة، سيكون، وهذا من يقرأ الصحافة الإسرائيلية، ونحن هناك تعلمنا أن نقرأ الصحافة الإسرائيلية ليس الحب لهذه القراءة ولا ليس الحب لهذه اللغة، وإنما لكي ندرك كيف يفكرون. الآن هم في جهاز عصبي متشنج، الآن هم لا يعلمون كيف سوف يبتسمون بعد، بحيث الشارع الإسرائيلي الآن في حال، طبعا هناك 70% من الاستطلاع في الرأي العام الإسرائيلي موافق على هذه الهدنة. طب لماذا توافق الآن بعدما كان بنك الأهداف كثيرة جدا لسحق ولهدم ولترانسفير آخر وإلى آخره؟ لا، هي العزيمة دائما تنتصر بإذن الله تعالى. فلذلك الآن في هذا التبادل الأسرى وهذا الشكل النوعي الآن هو المرحلة الكاملة، هم 300 أسير، وليس كما سوقوا في البداية الإعلام الإسرائيلي أنهم 150 أسير. والأهم من ذلك أنا أرى الأسيرات الماجدات الفلسطينيات، وأرى أختي وعزيزتي إسراء الجعبيس التي مثلت أيقونة لكل من يتعلق في فلسطين. هي بنت القدس والتي كانت وشوه جسدها وتحملت عبء ما يعلم فيه إلا الله، وإن شاء الله ستكون خلال يعني ساعات قليلة حرة بإذن الله تعالى. هذا ما يثلج صدر، نعم، ولكن سأضيف هنا أنه خلال هذه ال4 أيام تذكروا هذه الكلمات، ستشاهدون كم من التعب شاهدنا، وكم من الإرهاق، وكم من الإسقاطات والصورة الوحشية لهذا الاحتلال. سيكون هناك عندما ماكينة الحرب الصهيونية تقف لبضع دقائق، ستشاهدون ما بين الأركان، يعني ما بين كل ما يتعلق هناك في غزة قصص كثيرة جدا تقشعر لها الأبدان. لماذا؟ لأن هناك قصص لم تصل لعين الكاميرا. فلذلك أتصور أنه هذه الهدنة أنا برأيي سيقع التمديد عليها، لأنه الكيان الصهيوني متعب تماما، وسيكون هناك الكثير من الملفات السياسية ستفتح. ردود فعل زادة مختلفة للمسألة الجديدة هذه أو للتطور الهام والحساس، والعديد من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الهدنة باش تكون تمهيد لحلول سياسية أكثر منها عسكرية. نتساءل عن ذلك. العديد من القراءات. لطفي، خلي لك الأسئلة لضيفنا، تفضل. طبعا رحب وترحيب خاص
بضيفنا ونحييه المقاومة الفلسطينية ونترحموا على الذين سقطوا في هذه الحرب التي تدوم اليوم 47 يوم. لكن أنا صراحة عندي موقف مختلف بعض الشيء. يعني رأى اللي اتفاقية الهدنة لا ترتقي إلى حجم التضحيات. أنا صراحة معناها نختم بك الكلمة الفرنسوية يقول لك تو سا بور سا. هل نسيت الجانب الآخر أخي العزيز؟ الجانب الآخر في 47 يوم كيف كنا وحدنا، كيف كان جرحنا، وكيف كان العبء الكبير على هذا الفلسطيني وعلى هذا المقاوم. أنا نسيت بأن كان القرار في الكيان الصهيوني قرار واضح تماما لإسقاط غزة كاملة. هل ستتخلى إسرائيل عن هذا القرار؟ أخشى أن تعود لأعمالها القذرة مباشرة بعد تسوية هذا الملف الصغير للأسرى. بعدها ستعود الآلة الإسرائيلية بأكثر وحشية وعنف لأنها طبقت هذا الاتفاق بأوامر أمريكية، والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم هم إسرائيليين لكن يحملون الجنسية الأمريكية. بعدها ستكون الماكينة الإسرائيلية في منتهى التوحش لأنها ستتخلص من عقدة الأسرى الذين سيتم تحريرهم وفق هذه الاتفاقية. هناك أولا راح يكون الوضع مختلف، بحيث كما قلت راح يكون فضيحة الرأي العام على هذا الكيان المجرم ستكون واضحة وبأدلة أكثر. نعم نحن كما قلت دوما بأن هل يكفي؟ نعم الأرقام كثيرة جدا أكبر من التي ذكرت أنت 13,000 هي الآن تتجاوز 14,000 ونصف وتتجاوز 6,000 تحت الأنقاض. هناك يعني بعد يومين سيكون الرقم فوق 20,000 وأنا تقشعر بدني عندما أذكر أرقام، لأنه نحن لسنا أرقام، نحن أرواح ونحن أسماء ونحن قصائد إلى آخره. فلذلك يا أخي العزيز إحنا الوضع هناك غير سليم على الإطلاق. غزة كما قلت هي ليست فقط سووها بالأرض وإنما أكثر من ذلك. الآن هذا ليس إنجاز، كمان لا نعتبر ذلك إنجاز، هو مقدمة. على الأقل أولا أن تقف هذه الحرب الوحشية. أنت لا تعلم كيف يكون ليل غزة وكيف يكون نهارهم. أنا أدرك بالهواتف التي نحاول أن نصل فيها بين الفينة والأخرى إلى أهلنا، هناك الوضع مبكي تماما، الناس تدفع ثمن. هل تعلم أنه يعني شوف أنت على الشيء الإنساني البسيط جدا، ونعم هو انتصار على الإنسانية، هو الصراع ما بين الإنسانية واللا إنسانية في ما حصل في غزة، في المدارس الوكالة اللي هي مدارس الأنروا. يا أخي كل 700 شخص إنسان على مرحاض واحد. هناك معاناة لا يعلم فيها الله عز وجل. يا أخي هناك الوضع أصبح مضري للغاية. فلذلك هذه الوقفة، ونحن نقرأ العقلية الصهيونية يا صديقي ويا أخي، العقلية الصهيونية هي ضعيفة في التفكير وهم في حالة غباء كبيرة جدا. والآن عندما تكون هذه ال4 أيام ستتمدد، وتذكر ذلك ستتمدد وستكون أكثر. لن يعودوا مؤشرات في ذلك إلى أنها يمكن أن تتمدد، أن تكون مجال أو باب لصفقات أخرى من هذا النوع؟ طبعا أولا هؤلاء الذين الآن الرهائن من العدو هم من المدنيين، وزي ما ذكر الأخ هنا هم من الذين يحملون بعضهم من الجنسيات الأجنبية. الآن ما بعد ذلك لا، برضو الفلسطيني ولو هو تحت الركام يفكر بطريقة ذهنية، لأنه أغلبيتنا إحنا أسرى، يعني نعرف كيف لغتهم وظروفهم، ولا نتفاوض ونحن على كأس قهوة، لا تحت النار ونستطيع أن يكون ضبط للأعصاب بشكل جيد. وللمعلومات هذه الهدنة الآن هي مش من أيام صناعة ومطبخ أيام، هي صناعة ليالي وأيام طويلة خلال الفترة التي مضت. والآن في 6 صباحا إن شاء الله ستبدأ في هذه على الأرض في لكي نتنفس أيضا تنفس الصعداء، وهم متعبين، هم هالكين من الناحية الاقتصادية. ونحن نعلم كل فلسطين التاريخية من رأس النقورة إلى رفح بحالة وقف كاملة متكاملة. هناك الإسرائيلي لا يعمل الآن ولا ينام كل الفترة 47 يوم، وهم لا يستطيع يتحملوا كما نحن نتحمل على الإطلاق. فلذلك الآن ما نريد الآن، هكذا يجب أن نتكلم، نريد أيضا أولا الموقف العربي يكون أكثر بصمة وأكثر حضور وأكثر وقفة، لكي تكون تراكمات ما حصل نبني عليها في أفق صحيحة وأفق تكون أفضل لنا في الفترة القادمة.
يلا تفضلوا أسئلتكم. هو هل الهدنة هذه في جميع الحالات نتفق معك تماما أستاذ في أنها مكسب في حد ذاته، شيئا مكسب وباش يخلي ممكن الضغط يخف شوية على المدني الفلسطيني في غزة من ناحية الإعانات ومن ناحية، لكن إذا كان نذهب إلى القراءة السياسية البحتة، يبدو ومن الأكيد أن الوصول إلى هذا الاتفاق أحدث تصدع في حكومة الكيان المحتل طبعا، الذي ليس متفقا على أنه تصير الهدنة هذه ويصير يتسيبوا الأسرى إلى آخره. هل من كيفاش نجموا نستغلوا أو نستثمروا هذه الورقة على المستوى السياسي، على مستوى يعني حكومة الكيان المحتل؟ أولا هذه الحكومة المتطرفة كانت تحمل قرار واحد، انه لا للهدنه ولا لوقف النار على الاطلاق، وكانوا هم يعني وضعوا استراتيجية هدف واحد، كيف نسقط غزة كاملة ونأخذ الأسرى بمعنى محررين. وطبعا الواقع هم صدموا نحب نمشي إلى مرحلة ما بعد حرب غزة. نعم. يعني باش نمشيو للمفاوضات، أكيد يوما ما سيأتي التفاوض. هذا شيء طبيعي جدا. آخر مطاف يجب أن يكون هناك في السنوات الماضية. نعم. من مسار أوسلو معناها، نعم. وحتى قبل ذلك من مدريد 92 أثر، نعم. حرب العراق وغيره، كان هناك مفاوض فلسطيني معروف اللي هو منظمة تحرير فلسطينية، نعم. وكان الصف الفلسطيني موحد. معناها عندما تذهب منظمة تحرير الفلسطينية لتفاوض، كانت تفاوض باسم الشعب الفلسطيني. اليوم السلطة، نعم. هل تمتلك هذه الشرعية لتفاوض باسم الشعب الفلسطيني وتزيح حماس، نعم. التي اكتسبت شرعية كبرى في غزة بعد هذه العمليات وغيره، نعم. طيب في إطار هذا الانقسام الفلسطيني، هل نستطيع أن نتحدث عن مفاوض فلسطيني، نعم. بإمكانه وأنه يمثل الشعب الفلسطيني بصورة شرعية ويذهب بعيدا وما يتنازلش زاد كما يعطي تنازلات من المكاسب الواضحة وليست من المكاسب التي فيها أنصاف؟ لا، من المكاسب الواضحة أولا تحول الرأي العام. استطاعت هذه المعركة أن تقدم القضية الفلسطينية على طبق من ذهب أمام كل هذا الجيل الذي نسي فلسطين، إن كان الجيل العربي الصغير أو الجيل العالمي، الجيل الصغير. الآن هذا مكسب كثير مهم جدا. أصبحت القضية الفلسطينية هي دائما حاضرة وبقوة خلال الأيام التي سبقت، والآن هي محط ذاكرة ورواية. النقطة الثانية، وهي ليست السلطة الوطنية الفلسطينية وإنما منظمة تحرير الفلسطينية هي المظلة. وين المنظمة؟ هي وين المنظمة؟ وين وجودها؟ وين مقرها؟ ايش قاعدة؟ وين نشاطاتها؟ عندها سنوات غايبة تماما، والسلطة هي التي تبرز كممثل للشعب الفلسطيني. تبقى رمزية منظمة تحرير الفلسطينية. أنا قلت المكسب الأول. حماس على فكرة موجودة في المنظمة، خارج المنظمة. هنا السؤال عظيم. الآن مرة أخرى تحدث عن المكسب أنا بأن القضية الفلسطينية عادت بشكل قوي جدا وبشكل فاعل عظيم، والآن تعاطف كل العالم بشكل المجتمعات أتكلم وليس المؤسسات الرسمية. الآن النقطة الأخرى هي منظمة، نعم هي منظمة التحرير، هي ستكون هي الفاعل بهذا الاتجاه. وأنا المكسب الآخر أصبح هذا الانقسام إلى غير رجعة. أنا بأكد هنا اليوم إن شاء الله إنه غزة وما حصل في هذه المعركة وحد الصف الوطني، وحد الكلمة الوطنية، وسنكون كلنا معنا في خندق واحد، ولن ترى تراجع تماما على الإطلاق. والحال هكذا. سامحني، خاطر احنا نتحدث ياسر اليوم على الانقسام اللي صاير في المجتمع الإسرائيلي وداخل الحكومة، نعم. الإسرائيلية. ما ننساوش إسرائيل مباشرة بعد طوفان الأقصى تتحل حكومة، تشكل حكومة حرب، نعم. كنا نتمنى أنه في فلسطين نتجاوزوا الخلافات ويقع تشكيل حكومة مقاومة متشكلة من المقاومة ومن السلطة الفلسطينية. المسألة الثانية، لماذا أهدت حماس ورقة الأسرى إلى أنظمة عربية ولم تسلمها للسلطة الفلسطينية لتكون هي المفاوض باسم الشعب الفلسطيني وباسم 20,000 اللي سقطوا وباسم أكثر من 20,000 هما هك اللي قعدوا وباش يعيشوا مشوهين ويتامى بقية العمر؟ لماذا تهدى هذه الورقة واللي هي ورقة الشعب الفلسطيني 20,000 روح، ثم نمد ورقة الأسرى
على طبق من ذهب لدول عربية اختصت في السمسرة في مثل هذه القضايا، ولم تقدم عون كبير لا مادي ولا عسكري للمقاومة وللشعب الفلسطيني، نقدم لها هذه الهدية ولا نقدمها للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تكون هي المفاوض باسم الشعب الفلسطيني وباسم الشهيد الفلسطيني والمعاق الفلسطيني. أنا بتكلم بكل وضوح، لأنه أنا أعتقد أن نحن نعيش في أيام يجب أن يكون الكلام واضح، وكما قلت دوما في هذا الاتجاه أنه لا أنصاف في حلول ولا أنصاف مواقف. نعم هناك تناقضات هنا وهناك، ولكن أنا بأكد سيكون وفق كامل متكامل ما بين المقاومة وما بين منظمة التحرير الفلسطينية، لأن برضو منظمة التحرير الفلسطينية هي خرجت من المقاومة ومن شهداء ومن ثورة كبيرة جدا. الآن يجب لكن تم تهميشها في السنوات الأخيرة. عظيم. أنا يجب أن يكون هناك مراجعة بذلك، ويجب أن نحط بخط بعين الاعتبار ما حققته الآن المقاومة، يجب أن نبني عليه ونمضي إلى الأمام. هكذا يجب أن نتحدث ونبني على تراكماتنا في ما حصل في المقاومة الفلسطينية في غزة. نختم بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، ماذا سيكون هناك سيد كمال الحسين؟ 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، ونحن في تونس ونعود إلى تونس التي كانت الأكثر المواقف وضوحا على مستوى الوطن العربي. أنا بحكيها على مستوى الهواء مباشرة، وبحكيها في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، بأن هذا التونسي يتمتع في مناعة وطنية تستحق التقدير والإشادة والبناء عليها على مستوى كل الوطن العربي. فلذلك ارتئينا في مؤسسة سيد أرض ومركز التراث الفلسطيني وبالشراكة مع اسقفي للفنون في الحي القصبة اللي أنا زرته اليوم، اللي هو بالفعل برضو يعبر عن التراث التونسي. سيكون إن شاء الله من 3 عصرا إلى 5 سنطلق عدة مبادرات هناك في هذا اليوم العالمي، وعنوان وشعارنا في هذا اليوم من متضامن إلى مقاوم، من متضامن إلى مقاوم. خذوها كيف تقرؤوها، من هنا إلى هناك أو من هنا إلى هناك. وأيضا سنقدم عدة مبادرات، سنطلق جدارية مهمة جدا لوحة الصمود تعبر عن غزة، وأيضا سنطلق مبادرة سنتابع كل الأحداث. سنطلق مبادرة وهي التوقيع على محاكمة قادة الكيان الصهيوني في المحاكم الجنائية العالمية والدولية، وهذا جدا مهم جدا. رح نلاحقهم في كل المستويات وفي كل الظروف. وأيضا سنطلق عمل فني مع الفنانة القديرة نوال غشام لغزة الصمود، وهذا شيء نوعي برضه ورائع جدا في هذا اليوم، وهي دعوة إن شاء الله لكم جميعا. كنت أسمح اقتراح. تفضل. إضافة إلى تقديم لائحة المحاكم الدولية على جرائم ارتكبوها القيادات الإسرائيلية، لما لا تقديم لائحة للمحاكم نفسها ضد الرؤساء والملوك العرب، لأنهم كانوا شهود زور على هذه المجزرة، بل وطأوا سرا في معناها وقوعها، وها هم يتسابقون لجني الغنيمة متاعها من خلال التهافت على ورقة الأسرة للتقرب إلى تل أبيب. أجبرني اسمحي لي أختم أخي العزيز. بلا شك بأنك يعني رجل من ظهر رجل بالفلسطيني. أخيرا وليس آخرا، بالنسبة للنخوة والمروءة العربية كانت قبل الإسلام. أختم بهل هند هي أكثر قداسة من غزة؟ هل هند هي أكثر غلاوة من غزة؟ هند بنت النعمان، اسمحي لي بس دقيقتين. هند بنت النعمان ما قبل الإسلام، وكان يحكم نصف الكون هو كسرى ملك الفرس بحينه، فسمع عن جمال هند بنت النعمان بن المنذر كان ملك الحيرة وملك العرب، فسمع في جمالها فطلب برسول فورا يأتي في ملك الحيرة النعمان بن المنذر وبنته صغيرين أمامه. فعندما وصل الرسول إلى النعمان بن المنذر فقال له هكذا يريد كسرى، بأن تأتي أنت وبنتك أمامه خلال 24 ساعة. فطبعا النخوة والمروءة العربية والعادات والتقاليد، وأنا بقول دوما أنت وأنا تراكمات من أم وأب وخال وعم وسيد إلى آخره، نحن تراكمات، لا نستطيع أن نغير هذه الدورة الدموية الجهاز العصبي كما يريدون. فذهب إلى القبائل العربية يستشيرهم، فكان في حين القبائل العربية في حالة أيضا من النزاع، وفي حالة أيضا من الشجار، وفي حالة أيضا من تقطيع الوصل ما بينهم، ولكن هناك موقف. فكانت القبيلة الشهيرة هناك
هناك إلى الآن نحفظها، هي قبيلة بني شيبان. لذلك هذا الموقف الذي نرحل ويبقى الموقف. فبني شيبان فكان على رأسهم هانئ بن مسعود، فكان الاتفاق بأن يترك هند هذه الجميلات عند بني شيبان ويذهب وحده، وترك ماله وبهند عند بني شيبان وذهب إلى كسرى وحده. عندما رأى كسرى نعمان بن المنذر وحده قتله، وبعث في رسول آخر إلى بني شيبان بأن يأتوا في هند وإلا الحرب. وكان عنوان العرب لم يسألوا بعضهم البعض بأننا ليس على وفاق، وبأن كسرى هو الذي يحكم ويرسم وهو الذي يصيغ الكون. فكانت الحرب الدروس والعنوان الموت ولا المزلة، الموت ولا المزلة. وكانت الحرب في ذي قار في العراق الحبيب، وانتصر العرب انتصارا كبيرا. باش تقدموا القضية هذه ضد الرؤوس والملوك العرب إلى محكمة الجنايات الدولية، ولا لأنهم شهود زور ومشاركين في الجريمة؟ فأين هذه؟ خلينا من هند لا هو أنت يا أخي بيت قصيد، الله يرضى عليك. إحنا نريد أن برضه نذهب لا، لأنه الوجيعة كبيرة في تونس وفي غير تونس، فنحبوا العقوبة باش ننهيوا المسرحية العربية اللي قاعد الشعب الفلسطيني والطفل الفلسطيني هو اللي يدفع في الثمن في كل مرة. لابد من إيقافها كما باش تحاكموا قادة إسرائيل، حاكموا الرؤساء والملوك والعملاء. ورهان على كل أحرار الوطن العربي. قلت وما زلت أكرر: النخوة العربية لن تموت. شكرا لي كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأمس، شكرا على حضورك معنا وعلى تلبية الدعوة. المستجدات الاقتصادية الوطنية أيضا على طاولة النقاش مع معز حديدان الخبير الاقتصادي بعد الفاصل.